تصريح خطير من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يفاجئ به المنتخب المغربي بعد فوزه على الولايات المتحدة وإقصائها من كأس العالم. ويوبخ مدرب المنتخب الأمريكي ويسخر من ماكرون قبل مواجهة المغرب مع فرنسا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز المنتخب المغربي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب الأمريكي بثلاثية مقابل هدف يتيم، ليضرب المنتخب المغربي موعداً في نصف النهائي مع المنتخب الفرنسي في مباراة ستكون ثأرية للمنتخب المغربي. ففي أول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خسارة المنتخب الأمريكي من المنتخب المغربي، حيث أدلى بتصريحات على هامش مؤتمر السلام في شرم الشيخ المصرية، ووقف إعلان الحرب في غزة، حيث قال الرئيس ترامب أنه شاهد بعض أجزاء هذه المباراة لأنه مشغول بشأن توقيع إنهاء الحرب في قطاع غزة. وقال أنه تفاجأ بقوة المنتخب المغربي الذي أحرز 3 أهداف في المنتخب الأمريكي، حيث وبخ ترامب أحد مساعديه وقال له: هل منتخبنا ليس له دفاع وحارس مرمى لكي ننهزم بهذه الهزيمة القاسية أمام المغرب؟ وقال ترامب: يجب طرد هذا المدرب فوراً، ويجب إعادة هيكلة قطاع كرة القدم في الولايات المتحدة. وأنا أتذكر أن المنتخب المغربي فاز على الولايات المتحدة في أولمبياد باريس وبنفس هذا المدرب الفاشل، كما فاز المنتخب الأول المغربي على الولايات المتحدة ب4. فهذا يعقل. نحن وصلنا إلى مرحلة انحطاط شديد في كرة القدم، فنحن يجب علينا أن ندرس ما فعلته المغرب في قطاع كرة القدم ونفعل مثلهم. سأناقش هذا الأمر مع الملك المغربي محمد السادس، وهو بالمناسبة رجل عظيم ومحب للسلام ويفعل أشياء عظيمة لبلاده. وأهنئ المنتخب المغربي بتأهله للمربع الذهبي، حيث تحدث ترامب مع الرئيس الفرنسي ماكرون وقاله له: الدور سيأتي عليكم في المباراة القادمة. ماذا ستفعلون أمام هذا المنتخب المغربي الذي فاز على إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة؟ أنا متأكد أنكم ستخسرون هذه المرة. فقال له ماكرون: نحن عقدة المنتخب المغربي، نحن هزمناهم في المربع الذهبي في قطر. فقال له ترامب: أتذكر ذلك، ولكن أنتم حققتم الفوز على المغرب بفضل الحكم المكسيكي، أعتقد أنكم أعطيتموه رشوة، أليس كذلك؟ فلا تفعلون ذلك هذه المرة. أنا متابع جيد، وإذا حدث ذلك سأتخذ قراراً مع رئيس الفيفا. وفي النهاية شاركونا بآرائكم في قسم التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.